السلام عليكم أحباء، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا طريقة عمل العروق بلا لحم. نبدي بالمقادير: كوب عدس صار له 5 ساعات منقعتوني، ولا من الليل للصبح أحسن. عندي حبتين هاي بصل بارشتن، حبة بوتيتاني بارشته، سم ثوم بارشته، عندي بيضة، ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب كاري، ملعقة أكل معجون أو معجون فليفلة، ونص ملعقة شاي كمون. أول ما راح نبدي لازم إحنا نحضر محضرة الطعام. ما عندكم محضرة الطعام، المكسر أو المهراسة ما ينثرب بالماكينة مال اللحم، خاطر يصير شلون العجينة عندنا. زين، هسه نبدي طريقة العمل. هسه راح نهرسه. شلون العجينة يصير، شلون صار مثل العجينة. نجي نصفي البوتيتا، ما نخلي بيها أي سوائل، نضغط عليها ناخذ السوائل من عندها. شوف نفس الطريقة البصل. ضيف الكاري، الملح طبعا انتو الملح يبقى يمكن بدي تضيفون بعد اكثر ضيفوا. كمون، ثوم مبروش، البياضة. طبعا ما ذكرت الكرفس. طبعا نخليه بالثلاجة ربع ساعة يبرد، هذا نقليه. ربع ساعة صار بالثلاجة، هسه راح نقليه. طبعا هذا العروق مقرمش كلش طيب. طبعا هذا العروق يستحق التجربة. ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا العروق بالعدس الرهيب المقرمش. وسووا كتبوا لنا بالتعليقات، والتقيكم وصفة اخرى، وتحياتي لكم.